تاني حاجه ادعاء تنشيط. حضرتك مثلا حصلت اي مشكله مع موظف شركه التامين، وليكن على سبيل المثال مثلا كان الشخص ده سيء جدا ومش محترم، ويتعامل معاك مثلا بطريقه عنصريه، بطريقه مش مهذبه وغير قانوني. انت اشتكيته والشكوى فعلا جابت نتيجه، والشخص ده اعتذر لك او انت اخذت حقك بشكل او باخر، بس تفاجأ بعد اسبوع او اسبوعين ان في مشاكل في مؤسسات تانية. مثلا في مؤسسه هنا مثلا اسمها مؤسسه المعاشات، هم بيخصموا جزء من مرتبنا كل شهر للمعاش، ده حاجه اجباريه موجوده هنا في المانيا. هيتصل مثلا بيك موظف المعاشات ده ويقول لك ان انت عندك مشكله من 1950 مثلا ومفروض تدفع 20,000 يورو، تقول له ان انا اصلا ما اتولدتش 1950، ما كنتش اصلا مولود، ووالدي كمان ما كانش موجود 1950، فانت بتتكلم في ايه؟ يقول لك احنا ملناش علاقه بالموضوع ده، انت عليك 20,000 يورو بسبب مشكله حصلت في 1950 ولازم تدفع الفلوس دي، لا اما هتدخل في مشاكل تانية وقدامك بس اسبوعين. هتبدا تدخل في دوامه تانية من المشاكل انت ما تعرفش هي جت ازاي ولا جت منين. بعد مده وبعد فتره طويله هتبدا تستوعب ان نفس الموظف الاولاني او الموظفه الاولانيه اللي انت اشتكيتهم، هو بعد ما خلص الشكوى، بعد ما انت اخذت حقك وطلعت منتصر زي الاسد، هو اتصل بكل البيهوع ده اللي هي موجوده هنا في المانيا. اتصل بيه مكتب الاجانب، اتصل بيه صاحب العمل، اتصل بيه مكتب العمل، اتصل بيه المؤسسه بتاعه المعاشات، اتصل بيه مكتب الضرائب الفينانس. هو حاول يشوه صورتك عند كل الناس، قال لكل الناس ان انت مخالف للقانون، ان انت شخص انشتبيل، ان انت بتتعصب، ان انت مش مندمج، ان انت اي حاجه. هيحاول ان هو يعمل لك مشاكل في كل حاجه. طبعا مش كل الموظفين هيسمعوا له على فكره، ولكن في فئه منهم مش قليله هيسمعوا له وهيحاولوا ان هم يضايقوك. فبعد البشفاعدن او بعد الشكوى اللي حضرتك قدمتها هيجي لك سلسله من المشاكل عشان تحلها. ايوه هي هتتحل في الاخر وهتنزل على ما فيش خالص، ولكن هي هتستهلكك نفسيا، تستهلكك ماديا كمان، لان انت ممكن تروح لمحامي، تضطر ان انت تدفع، تاخد من وقتك اللي انت المفروض مثلا تشتغل فيه، يعني يحطك تحت ازمه نفسيه كبيره خالص. للاسف الشديد انا ما اقدرش في النقطه دي ان انا اقول اي حاجه. لا يا جماعه، لو في اي شخص سيء قابلكم لازم تشتكوه، ولكن لازم برضو تتوقعوا ان ده ممكن يحصل. انت مثلا اشتكيت موظف مثلا في اي مكان، اوكي، الموظف ده وبعد كده غيرت الولايه على سبيل المثال، الموظف ده هيتعاقبك، اوكي، هيتعاقبك وممكن يكلم الموظف الثاني اللي انت رايح له، هيقول له اي حاجه، ورقك ناقص، بتحاول ان انت تخالف القانون، بتحاول ان انت تعمل اي حاجه مش كويسه. هو على حسب الموظف الثاني، يعني ممكن فعلا يسمع كلامه وممكن ما يسمعش. طبعا ساعات بيسمع كلامه ودي حاجه مش نادره، للاسف ده بيحصل.